كيف تصلي صلاة العيد في المنزل مع انتشار فيروس كورونا؟ بسبب إغلاق المساجد في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي ظل إعلان عدة دول إسلامية فرض الحظر الشامل خلال أيام العيد المبارك، أصبح أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات أمرا مستحيلا. ولأن ديننا الحنيف من أهم مقاصده اجتماع القلوب ونشر الفرحة والبهجة بين المسلمين، فشرع الله تعالى الاجتماع في كثير من العبادات ومنها صلاة العيد. من هنا تساءل الكثيرون عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت في جماعة مع الأسرة أو منفردة دون مخالفات أو أخطاء. في هذا الفيديو القصير سوف نتعرف بإذن الله تعالى على الأمور التالية: مشروعية صلاة العيد في المنزل، ماذا تفعل قبل الصلاة، وقت صلاة العيد، كيف تصلي صلاة العيد في المنزل وكيف يصطف أهلك للصلاة، مخالفات احذر أن تقع فيها. مشروعية صلاة العيد في المنزل: إذا تعذرت إقامة صلاة العيد في الساحات لمانع كما هو حاصل الآن بسبب وباء كورونا، فحكمها هو حكم من فاتته صلاة العيد في الخلاء أو المسجد، حيث يصليها جماعة مع أهل بيته أو منفردا على صفتها المعروفة، كما سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله. ويدل على ذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وبنيه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. فخلاصة القول إذن أنها تصلى في وقتها المعروف بنفس هيئتها المعروفة، جماعة أو فرادى كل على حسب حاله وبدون خطبة. وقت صلاة العيد: يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد 15 دقيقة بعد شروق الشمس، ويمتد حتى وقت الزوال. ماذا تفعل قبل الصلاة؟ اغتسل وتزين وأبناؤك بأحسن الثياب وأطيب الطيب. ثانيا، تفطر على تمرات قبل الجلوس في مصلاك، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ثم اجلس أنت وأهلك في مصلاكم بالمنزل وكبروا بصيغة التكبير المعروفة، وذلك حتى دخول وقت الصلاة، ثم تقطع التكبير وتصلي صلاة العيد. كيفية صلاة العيد: إذا جاء وقت الصلاة تصطف أنت وأهلك للصلاة دون إقامة، ثم يتخذ الإمام حاجزا من جدار أو ما شابه، وتصطف الأسرة خلف الإمام حسب كل حالة، وذلك على النحو الموضح أمامك على الشاشة. صلاة العيد ركعتان، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، ويكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة. وفي الركعة الثانية يقوم فيكبر تكبيرة الانتقال، ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا يتعجل في التكبير، بل يكبر الله ويسبحه ويحمده بين التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية. ويمكنه أيضا أن يقرأ في الركعتين بسورتي قاف والقمر، ثم يكمل الإمام الصلاة ويسلم، ولا يخطب خطبة العيد، فليس لصلاة العيد بالمنزل خطبة. مخالفات احذر أن تقع فيها: لا تكتمل فرحة العيد إلا بطاعة الله تعالى
وأداء ما أمر به وشرع. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاحذر أن تقع في تلك المخالفات فيضيع أجرك وتنطفئ بهجتك. تجنب السهر ليلة العيد لئلا تضيع عليك صلاة الفجر أو صلاة العيد. إغفال سنن النبي صلى الله عليه وسلم من التزين والتطيب وأكل التمر والتكبير. لا تدع الحجر المنزلي يمنعك من تهنئة أحبابك وأقربائك، فوسائل التواصل الاجتماعي لم تدع عذرا لقاطع رحم.